هلو، أنا سيف الله وأنت بتسمع سلسلة كل 6 شهور لغة. والنهاردة كان المفروض الحلقة الثالثة من أول كورس. بعد ما خلصنا الحلقة الثانية من الكورس العاشر بنرجع بقى ناخد الحلقة الثالثة من كل الكورسات. بس عندي خبر ممكن يكون صار وممكن يكون very bad، حاجة يعني وحشة جدا لناس تانية. الخبر ده بيقول إن أنا بعد تمعن شديد حسيت إن أنا فاتني كورس، فقررت إن أنا أدرجه بداية من النهاردة. فالنهاردة هناخد الحلقة الأولى من الكورس الجديد رقم 11 اللي بعنوان أهلا بيك في الشارع. أنا آسف إن أنا حطيت كورس جديد، بس صدقوني ده لا غنى عنه، لأن في حوار دار بيني وبين نفسي. قلت أبو سيوف، أنت في الأول كنت عمال تذاكر وكنت بسم الله ما شاء الله عليك فاكر نفسك بقيت أحسن واحد في العالم بما إنك خلاص عرفت القواعد كلها وحفظت لك بتاع 10,000 كلمة. إيه ده أنت ما فيش زيك في العالم. وهوبا أصطدم بالواقع مع أول واحد أمريكي، ومن حسن حظي إن هو كان مسلم فكان متقبلني شوية. اتكلمت معاه، سمعت لغة خلتني أشك فيه. أنا مش هشك فيه اللي في دماغكم، لا قصدي أشك فيه بمعنى إن أنا، هو أنت فعلا بتتكلم إنجليش؟ أنا سامع كلمات إنجليش، بس في النص كلمات مش إنجليش. المهم بعد حوار طويل شاق الراجل فهمني إن لغة الشارع مختلفة سيكا، سواء في بعض الكلمات أو في اعوجاج اللسان الشديد خصوصا عند الأمريكان، عن اللغة اللي احنا بندرسها الأكاديمية. عشان كده كان لازم نحط الكورس دوت عشان ما تقعوش في نفس الغلط اللي أنا وقعت فيه زمان. يعني أنت هتتدارك نفسك سريعا عني. فالكورس دوت الهدف منه الوحيد إن احنا بنبدأ نتعامل مع لغة أهل الشارع. الكورس ده من الكورسات المهمة جدا جدا، خصوصا لو انت واحد اجتماعي تحب تتكلم مع الناس فهيجي يوم وتتكلم مع الأجانب، أو عندك نية إنك أنت تسافر للشغل، تسافر للدراسة. الكورس ده لازم هيكون بالنسبة لك هو الأهم. القواعد بتاعتنا احنا عارفين، احنا في أول حلقة بناخد القواعد. طبعا القاعدة الأم لأي كورس ما تكتبش الترجمة بالعربي جنب الكلمة بالإنجليش، اكتبها في ظهر الصفحة أو في صفحة تانية خالص. رقم 2، القاعدة التانية المهمة جدا بما إننا بنتكلم في لغة أهل الشارع، حاول دايما لما تاخد مني الكلمة تنطقها كتير وتعرف المرادف بتاعها بتاع الإنجليش الرسمي. بمعنى أصح، لو عرفت تكتب الترجمة بتاعة الكلمة بالإنجليش مش بالعربي اعمل كده، ده هيفيدك جدا 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 ويوفر علينا يعني وقت طويل جدا في ان احنا نبدا نبرمج عقلك صح عشان تتكلم انجليش. عشان كده ركز كده في الحته دي تاني. في القاعده التانيه انت هتاخد دلوقتي كلمه انجليزيه عادي ولكنها بتتقال كتير قوي في الشارع، اكيد ليها مرادف انجليزي رسمي. لو عرفت تحفظ الكلمه بالمرادف بتاعها وتستغنى عن اللغه العربيه خالص يبقى انت كده تمام قوي، يعني تمام جدا يا باشا. تعالوا بقى نخش على اول درس لينا النهارده، وكالعاده احنا في اول درس ما بناخدش كتير عشان رغينا قوي 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 في القواعد وفي شرح الكورس والكلام ده كله. هناخد بس 4 كلمات وجملتين خلاص. اول كلمه معانا النهارده من لغه اهل الشارع، اهلا بيك في الشارع، كلمه dialect. dialect 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 معناها اللغة المحلية للدولة أو معناها اللهجة. وخد بالك بقى عشان ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، في فرق كبير جدا ما بين اللغة واللهجة. كل لغة بتتكون من مجموعة لهجات. اللهجات دي بتبقى لهجات كلها متقاربة في بعضها لأنهم مشتقين من لغة واحدة. أديك مثال عشان تفهم. إحنا كعرب اللغة بتاعتنا الرسمية الأساسية هي اللغة العربية، ولكن هل في دولة واحدة بتتكلم العربية الفصحى؟ لا طبعا.
وإنما في لهجات، تلاقي اللهجة المصرية واللهجة الشامية واللهجة بتاعت شمال أفريقيا اللي أصلا منقسمة للهجات كتير، واللهجة بتاعت أهل الجزيرة العربية. فإحنا عندنا لهجات كتير. اللهجة دي بتبقى زي لسان مشتق من اللغة، مش لغة منفصلة. عشان كده من الغلط إن أنت تسمع حد بيقول اللغة البريطانية أو اللغة الأمريكية، اسمها اللكنة أو اللهجة البريطانية واللهجة الأمريكية. هما الاتنين لغة واحدة، الاتنين بيفهموا بعض زي ما احنا كعرب بنفهم بعضنا، ولكن علشان بقى الاستعمار والتجارة والحاجات دي كلها بتخلي اللهجات تظهر في البلدان وتغير شوية في اللغات بتاعتهم. الكلمة التانية buddy 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 equal friend. buddy في الشارع معناها صديق، ما بيقولوش هما hello my friend، ما بيقولوش هما دي hello buddy. حتى my دي مش هتلاقيها. يعني على فكرة الكلمات اللي هي my وات وات بتضيع في اللهجة بتاعت الانجليش، بتضيع، تلاقيها بتختفي كده خلاص. فبuddy معناها ايه؟ معناها صديق. الكلمة الثالثة chicken، دجاجة رسميا، ولكن في الشارع لما حد يقول لك chicken معناها بيقول لك يا جبان، اللي هي في الرسمي بتاعنا في اللغة الإنجليزية coward، دي جبان، لكن ده بشكل رسمي. إنما لو أنا في الشارع صعب تلاقيه. عارف بقى اللي هو بيتعنطز عليهم، اللي هو مثقف بقى بيتعنطز عليهم، ممكن يقول لهم الكلمة دي، لكن هم في الغالب بنسبة 90% chicken. وفي كلمات تانية هناخدها بعدين برضو بتدل على كلمة جبان، chicken. في الرسمي لما احب اقول لك اهدى ممكن اقول لك relax، ممكن اقول لك calm. لكن في الشارع الكلمة الاكثر شيوعا خصوصا عند الزنوج chill out. طبعا ما بيقولهاش كده، يعني هو مش هتسمعه ابدا بيقول chill out كده chill out. التي بيخطفها والاوت كده بيخليها كانها لازقه في التشيل. chill out تحسها كانها كلمه واحده. chill out هبدا من روعك او هبدا اعصابك كده خلاص. دي في لغه اهل الشارع. تعال نخش على الجمل. don't be mad buddy، just chill out. Don't be mad buddy, just chill out. Don't be mad buddy, just chill out. Don't be mad buddy, just chill out. طبعا ده كتير، يعني بلاش تغضب أوي يا صديقي، اهدأ فحسب. الجملة التانية You don't have the guts to face her. 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 يعني انت ما عندكش الشجاعة الكافية انك انت تواجهها. دي كانت اول حلقة من حلقات اهلا بيك في الشارع. انتظرونا غدا نبتدي في الحلقة الثالثة من اول كورس ان شاء الله، اللي هو كورس 1000 كلمة وكلمة. السلام عليكم.